الهاتف نجم مصر نجم النادي الاهلي، بنقول له الحمد لله على السلامه. كابتن عماد متعب، ازيك يا عمده؟ الله يسلمك وسلامي لحضرتك ولضيوف حضرتك. بيمسوا عليك كلهم يا عماد، طمني عليك. يعني حضرتك بقيت عارف خلاص. والله معلش يا عماد، معلش هتعدي ان شاء الله. لا الحمد لله، يعني الحمد لله على خير. انا كنت كويس، كنت بتمرن مفيش مشكله خالص. يمكن امبارح بس تعبت شويه، ما رحتش التمرين، كان جنبي تعبني. رحت عملت تحاليل وعملت الاشعاعات اللازمه وكلمت الدكتور. لقينا في حصوه صغيره كده، يعني هي صغيره بس هي اللي مسببه الالم. كان الفكره نشيلها دلوقتي يعني، او نفتتها دلوقتي ولا نفتتها بعد الماتش، فكان الاحسن والامن ان احنا نفتتها دلوقتي يعني. لان هناك طبعا مفيش امكانيات خالص، لو لا قدر الله كنت تعبت ولا حاجه صحيح كان هيبقى في صعوبه يعني. فخدنا القرار ان احنا نفتتها دلوقتي، بحيث ان يعني حتى مش هريح، انا هتمرن بكره او بعد بكره بالكثير، واكون بتمرن وجاهز ان شاء الله بعد كده. طب يعني لو اتمرنت ممكن تلحق البعثه ولا خلاص انت مش مسافر؟ لا 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 خلاص، لا انا مش مسافر، لان هم اوريدي مسافرين بكره الصبح، وهيتمرنوا الجمعه بس، هيلعبوا السبت، فهيبقى صعب، لان امبارح ما اتمرنتش، النهارده ما اتمرنتش، فيعتبر بكره كمان مش هتمرن، فهيبقى صعب جدا يا كابتن. طيب عماد، يعني الام الحصوات دي خلاص بعد تفتيتها ان شاء الله مش هترجع تاني؟ الدكتور قال لك مش هتتكون تاني؟ لا ان شاء الله، يعني باخد ادويه بس وبشرب سوائل كتير، وقال لي مش هيبقى فيه مشكله ان شاء الله، الامور كلها هتبقى تمام. وهو حتى كمان مش مانعني من التمرين، يعني هو بيقول لي اتمرن. يعني انت بكره هتكون في التمرين؟ بكره او بعد بكره بكتير، يعني لو ما رحتش بكره هروح بعد بكره ان شاء الله. طيب طمني على ظهرك. ظهري ما انتهى من لا يعني من ساعه اخر حقنه مفيش ازمه؟ لا الحمد لله، الامور كلها تمام، مفيش مشكله خالص، وظهري زي الفل يعني. هي الفكره كلها في موضوع ظهري بس يا كابتن شوبير، عشان اوضحها للناس. يا ريت. انا عندي غضروف صغير جدا، يعني صغير زي اللي موجود عند 3/4 الناس اللي موجوده يعني. بس هم ما بيلعبوش كوره. ده تشخيص، وحتى في ناس بتلعب كوره، بس في ناس بتاثر معاهم وفي ناس ما بتاثرش معاهم. انا يعني لسوء حظي الحمد لله يعني ان انا القصه دي بتتعبني شويه، فانا عندي حلول. الحل الاولاني ان انا بحقن فبرتاح، او الحل الثاني ان ادخل اشيل الحته الصغيره دي واغيب شهرين ونص، من شهرين ونص ل3 شهور. فالفكره كلها ان احنا كان عندنا بطوله افريقيا، فالقرار كنت ادخل اشيل الغضروف وارتاح واخلص من القصه دي تماما، مش اشيل الغضروف نفسه، اشيل الحته اللي هي ضغط على العصب فمسببه الالم، او ولا احقن وارتاح وخلاص. بس فكان القرار ان انا اخد الحقن دي دلوقتي، بحيث ان انا يعني لو ارتحت عليها والامور مشيت بشكل كويس خلاص، لو لا قدر الله تعبت اكون خلصت بطوله افريقيا واعمل القصه دي ان شاء الله. ما يبقاش فيه عمليه. دي القصه بالظبط، لكن طيب. الحمد لله دلوقتي تمام الحمد لله. خليني اسالك عن الاجواء داخل الفريق، هل انتهت الخلافات تماما وقصه ابو تريكه دابت والامور اصبحت عاديه؟ يعني انا شايف ان الامور ماشيه بشكل كويس في الفريق الحمد لله. يعني ابو تريكه مش هينفع نتكلم عليه، يعني لو حتى زعلنا منه في موقف او اللعيبه اتضايقت من موقف معين، او كان في بعض اللعيبه ليهم فكر معين، خلاص مجرد ان هو اتكلم وفهم وجهه نظره، او قال لهم ما تزعلوش، او باي صيغه من باي شكل من الاشكال، الموضوع انتهى تماما واتحل. وابو تريكه يعني ما ينفعش حد يزعل منه. طيب كويس، ممكن نعاتبه لكن ما نزعلش منه. ده طبيعي. طيب البيان اللي صدر وعامل حاله من اللغط في الشارع، انه البعض قال انتوا كلكم كلاعيبه اتفقتوا، والبعض قال لا ده كان اقتراح من شريف اكرامي وشريف عبد الفضيل وباقي اللاعبين ما يعرفوش، يعني ارجوك تقولي الحقيقه. لا الحقيقه ان انا شريف اكرامي انا ما رحتش اليوم ده التمرين صراحه. لكن هو بعت لي مسج قال لي عماد انا عايزك ابعت لك حاجه، بعت لي البيان. قال لي ده البيان اللي احنا هنبعته، انت موافق ولا مش موافق؟ قلت له انا معاك، واحنا اتفقنا ان احنا فرقه واحده، الحاجه اللي هنعملها كلنا مع بعض. بما ان شريف كلمني وانا في البيت وقال لي الموضوع ده، فاكيد هو معرف الفرقه كلها يعني. ما اعتقدش ان في حد من الفرقه ما يعرفش او ما عندوش خلفيه عن البيان ده لحد علمي، لان انا شريف بقول لحضرتك انا ما كنتش في التمرين وما رحتش. بعت لي قال لي عماد ده البيان اللي هنعمله. بعد كده كلمته قلت له يا شريف انت عملت ايه؟ قال لي كنت بعرفك بس عشان كان لازم الفرقه كلها تكون عارفه، عشان احنا قلنا ان احنا اي قرار هيتاخد هيبقى جماعي. ده اللي حصل، فانا عن نفسي كنت عارف. طيب اذا طالما انت في بيتك وعارف، يبقى باقي اللعيبه اللي في الملعب عارفين بالتاكيد. يعني المفروض ان هو معاه في النادي ومعاهم معاه في النادي وكانوا بيتمرنوا، فالمفروض ان هو قايل لهم. الله اعلم حصل غير كده ولا لا، الله اعلم، بس انا بقول لحضرتك انا كنت في البيت وانا اعرف يعني. هل حد من اللعيبه كلمك قال لك البيان ده طلع من غير ما نعرف؟ لا ما حصلش. لا ما حصلش. طيب برضو عايز اطمن منك ان البعض بيقول ان اللعيبه الصغيرين ما يعرفوش، وانه شريف توجه للعيبه الكبار فقط، وده يمكن عمل حاجز ما بين الكبار والصغيرين.
لا هو يعني انا ما عنديش خلفيه عن الموضوع ده، بس على ما اعتقد ان يعني اللعيبه الصغيرين، بمعنى اللعيبه اللي لسه طالعه من الناشئين، سعد سمير واحمد شكري والولاد الصغيرين يعني على ما اعتقد ان اللعيبه الصغار طبعا رايهم مهم ولازم نحترمهم ونكونوا عارفين، لكن في الحاجات الكبيره اللي احنا بنحط فيها دي، حضرتك عارف يا كابتن ان الناس الكبيره او الناس القديمه هي اللي بتبقى مسؤوله اكبر، وهي اللي بيبقى الضغط عليها. ما اعتقدش ان حد في الشارع هيكلم سعد سمير، مع احترامي الكامل لسعد، لكن سعد انا بتكلم سنه صغير، هيجي يقول له انت لعبت ليه او ما لعبتش ليه. هيبقى الكلام اكتر مع اللعيبه الكبيره. فانا بحترم وجهه نظرهم، ما اعرفش عندهم فكره، عندهم خلفيه عن الموضوع ده ولا لا، لكن زي ما بقول لحضرتك يعني ممكن يكون شريف اتجه للناس الاقدم في الفرقه، الاكبر في الفرقه، يعني ان هم يعني المتحدثين باسم الفرقه، بس على ما اعتقد ان كل اغلب اللعيبه بتبقى عارفه. يعني حتى احنا يوم ماتش الاهلي والزمالك لما كنا بنلبس التيشيرت بتاعت اللي احنا كنا لابسينها احنا ولعيبه الزمالك، استاذنا الافارقه، يعني مع ان هم المفروض ديانتهم مختلفه، لكن استاذناهم وعرفناهم ما بنعملش حاجه. احنا عامه في النادي الاهلي ما بنعملش حاجه لما كل الناس تكون. طيب يعني هل عماد شريف استاذن الاداره ولا ما حصلش، وصحه الخبر انه تم تغريمه هو شريف عبد الفضيل النهارده فلوس؟ انا لسه قاريها دلوقتي، لسه شايفها في الشيء بتاع حضرتك صراحه. يعني انا لا، بس ما اعرفش استاذن الاداره ولا لا، عشان اكون صريح، انا ما عنديش فكره استاذن الاداره ولا لا. زي ما بقول لحضرتك، انا بس انا ما كنتش موجود عشان كنت تعبان، والنهارده يعني رحت بس النادي الصبح بعد كده على المستشفى، ما اتكلمتش كتير معاهم او ما حكيتش كتير معاهم، فانا ما عنديش تفاصيل كبيره. كابتن عماد متعب نجم النادي الاهلي نجم منتخبنا الوطني، قعدت مع برادلي ولا لا؟ لا انا ما عادش، انا يعني الكلام اللي بيدور يعني بيني وبين كابتن سيد او كابتن عبد الفتاح، لكن خلاص الامور تمام الحمد لله. يعني انا فكرت في الموضوع صراحه يا كابتن كبير بشكل احترافي اكتر، بشكل يعني شخصي كمان، ان انا ليه اقعد في بيتي وليه ما العبش مع منتخب مصر طول ما انا قادر ان انا العب مع منتخب مصر. فرضا كنت في فتره كنت وحش او كنت موفق او فرضا بعض الناس ما بتحبنيش او بتنتقدني باسلوب او بطريقه مش كويسه، هحاول بقدر الامكان في الفتره اللي جايه ان انا اتجاهل ده تماما. الناس اللي بتنتقدني نقد يفيدني ويعليني احترمهم واشيل النقد بتاعهم فوق دماغي، والناس اللي بتحاول توقعني هبعدها تماما من تفكيري ومن دماغي. كابتن عماد متعب، اطيب التمنيات بالشفاء والعوده للملاعب ان شاء الله، واشكرك شكرا جزيلا.